اسرع طريقه كنافه وكمان بدون فرن. بصي يا ستي، هتجيبي الكنافه قبلها بيوم، جمديها في الفريزر، وبعد كده طلعيها وهي مجمده، اضربيها في الكبه او قصقصيها بالمقص. هاتي طاسه تكون محمله، يعني تكون تقيله وتكون ما بتلزقش، تيفال او سيراميك او جرانيت. هتبداي تدهني فيها حته سمنه وتحطي الطبقه الاولى من الكنافه، وحطيت الحشوه في النص عباره عن زبيب وجوز هند ومكسرات، وحطيت الطبقه الثانيه من الكنافه. الطبقه الثانيه انا بسقيها بالزبده او السمنه اللي انا مسيحاها بالشكل اللي انت شايفاه ده، وبحط سمنه على الجناب علشان اضمن ان الجناب بتاعت الكنافه نزلت لها السمنه. بدات اولع نار البوتاجاز على الواطي خالص عشان ما تتحرقش مني، وبلف الطاسه زي ما انت شايفه كده شمال ويمين وعلى الجناب علشان اضمن ان الجناب بتاعت الكنافه دي اخدت اللون الذهبي. بعد كده قلبت الكنافه على طبق مفلطح، ونضفت طبعا الطاسه مطرح الكنافه، وحطيت حته سمنه تانية، وبالراحه كده بقى زحلق الكنافه علشان هننزلها على الوش التاني علشان برضك تاخد اللون الذهبي. ونفس طريقة التسوية زي ما انت شايفة كده، بحرك الطاسة شمال ويمين على الجناب، وكمان بسيبها شوية على النص علشان كلها تاخد لون واحد. هتقلبيها بقى على الوش كده في طبق مفلطح برضو علشان نبدأ نسقيها بالشربات البارد، وهتطلع معاكي بالجمال اللي انت شايفاه ده، اللون ذهبي من الجنبين.